بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بادئ ذي بدء، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فنشكر الإخوان الساهرين على هذه الحلقات وعلى هذا البرنامج من جنود الخفاء، مرورا بالحضور الذين لبوا الدعوة من قراء وعلماء ودعاة. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الحب النابع من الأعماق والمتجذر في قلب كل مغربي، وما هذا على المغاربة بغريب أو بعيد. فالمغاربة ولله الحمد منذ القدم تشبتهم وحبهم لكتاب الله عز وجل واضح وضوح الشمس في رابعة النهار. أما بالنسبة للعبد الفقير إلى ربه يونس غربي، فدخلت الكتاب وعمري 5 سنوات على سبيل الاستئناس لا للحفظ، وبدأت الحفظ وعمري 7 سنوات، وأجبرت على الحفظ بالقوة. يعني كنت كثير الشغب كما يروى علي، كنت كثير الشغب في صغري، لدرجة أن الوالد كان يأخذني إلى الكتاب وأنا أدعو عليه. يعني كنت لا أحب الحفظ، فكنت يعني أجبرت بالقوة. فلما أدركت أنه لا مفر من الحفظ طأطأت الرأس واتجهت إلى كتاب الله عز وجل. والآن يعني أدعو في كل لحظة لكل من علمني حرفا، لكل من كان سببا في حفظي للقرآن، شيوخي الذين حفظوني، والدي، والدتي التي كانت تسهر الليالي من أجلي. فأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. فبدأت حفظ القرآن وعمري 7 سنوات سمعا، وختمت الختمة الأولى وعمري 11 سنة، ثم الختمة الثانية، ثم الثالثة، ختاما بالختمة الرابعة. طريقة الحفظ كان الشيخ يكتب لي اللوح، وإما يحفظني هو أو يحفظني أحد الطلبة، فيعطيني سطرا فأراجعه مرة مرتين، ثم أضيف سطرا كذلك مرة مرتين، وأقرأ السطرين معا إلى أن أتم الثمن. الختمة الأولى كانت بربع الثمن، ثم ثمن، ثم الربع، ثم النصف، ثم الحزب. يعني الأربع ختمات. يعني ختمته سمعا ولله الحمد. بعدها جاءت فترة يعني كان فيها شيء من الانقطاع، ثم تعرفون الشباب ومرحلة البلوغ. وبعدها عدت إلى كتاب الله. وإحنا كنقولوا بالدارجة الشاب أو الشابة يدير اللي بغى خليه، القرآن غير رجعه. نعم. الميول ديالك سيدي يونس الى اي اتجاه كان من غير القران العظيم؟ واش لكره القدم، كان للفن، كان للفن بشكل عام وللسباحة. أنا ميال إلى السباحة والجلوس عند البحر وصيد الأسماك. يعني يا الهي. هذا يعني كان عندي في صغري إذا قلت لي لا تفعل هذا الشيء لأنك كفيف، هو الذي أفعله. كان عندي تحدي حتى مع نفسي. يعني فقدت البصر وانت ربما جنين في بطن امك. ولدت وأنا عندي مرض، يعني يسمى بالماء الأبيض الوراثي، اللي هو كنقولوا احنا بالدارجة الجلالة الوراثية. نتجت عليها أخطاء بعد، وكان اقتلاع للشبكة، ثم ذهاب البصر كليا. لكن ولله الحمد والله العظيم، يعني لما أتكلم يعني أقولها من باب الصراحة، والله أجد نفسي غير محتاج للبصر إطلاقا. الحمد لله. لأن من يسمي فقدان البصر إعاقة فهو خاطئ ومخطئ. لماذا؟ لأن الإعاقة هي أن يكون عندك هدف ولا تصل إليه في حياتك، والعجز وهو أن لا يكون عندك هدف مطلقا، أن
المعاق هو من لا هدف له في حياته، والعاجز هو من لا هدف له في حياته. أما فقدانك لحاسة ما فإن الله يعوضك، أن الله عز وجل أرحم بك من أمك، ولا يمكن للحق جل وعلا أن يظلمك. فأخذ منك البصر أو سلبت نعمة البصر لحكمة ما. لدرجة واحد النهار يعني بالدارجة عندنا كان كيقول لي الوالد، كنت صغير وكنت عندي واحد السفر خارج المغرب لفرنسا، وقلت له رانا عندي واحد الموعد مع واحد الطبيب، ادعي معايا راه غنشوف. قال لي انا ما ندعيش معاك وانت ما يليقش لك تشوف. لا اله الا الله. قلت له علاش؟ قال لي على هاد القباحه اللي فيك انت، كون كنتي كتشوف كون راك داير المصايب. حنا فيعني كنسمعوا سي يوسف كيقول قبيح، وحنا عاشرنا كلها الحمد لله مثال في الاخلاق، يعني مثال في التربيه، ولكن فيه البسط، هو هو شغب يغلب هو, عليه البسط. هو شغب الصغر. يعني اقول لك انا ما كنشوفش وكنسوق الدراجه، يعني ما كنشوفش، منعدم البصر. يعني انا ما كنشوفش وكندرب اللي كيشوفوا السباحه. كنتكلم على العمر ديال 18 سنه 17 سنه. يعني انا ما كنشوفش وكنلبس اللي كنسميوهم حنا الاحذيه اللي فيهم العجلات، وكان يعني كنقلب شي واحد اللي كيقلب على الموت تحدي. مع راسك. يعني يكفي وحده من امور كثيره، هو انني يعني طيح من فوق قنطره الارض، يعني وعمري 10 سنوات تقريبا في ذلك الوقت. يعني كنتحدى نفسي مع نفسي، وكنتخيل دابا غير كنرجع خصنا شريط فقط سينمائي فقط كما وثق لطه حسين ولكبار الاعلام، خاص هذا الرجل خصو فيلم وثائقي باش نعرفوا الطفوله ديالو الجميله. يعني انا كنقول لك انه غير كنتخيل هذاك الشيء اللي كنت كندير في الصغر، ماشي نديرو، غير كنتخيلو وكتجيني الخلعه دابا. يعني كيفاش كنقول مع نفسي احيانا كيفاش انا كنت كندير هذا الشيء، لانك وعطاني صرت ابا. لا، وعطاني تجربه اللهم لك الحمد. يعني حاليا يعني اتنقل في انحاء العالم دون الاحتياج لمساعده اي شخص. فين ما بغيت نسافر كنسافر، سواء في المغرب او خارج المغرب، وطحت في مواقف يعني السفر في الليل في النهار، فصار عندي الامر سيان. يعني ما عنديش مشكل. شنو هما الدول اللي زرتهم سيدي يونس؟ آه بداية بالولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، بلجيكا، إيطاليا، ألمانيا، الدنمارك، وموريتانيا، مصر، سوريا قبل الأحداث، جمهورية لبنان، قطر، السعودية. مهم الامم المتحده. يعني الحمد لله. وهذا بتشريف القرآن. هذا القران يعني هو بتشريف. سائقك نعم الى هذه السفريه. فهذه كانت البداية. لما جاءت الفكرة ديال هذه المسابقة، يعني بعد ما حفظت القرآن اتجهت لتعلم بعض علوم القرآن وبعض علوم القراءات، علم القراءات. من بعد منها بديت كنقلب يعني جات هذه المسابقة، الحمد لله يسر الله التجربة. اكتسبت واحد التجربة في تشفيع صلاة التراويح في رمضان في أوروبا وفي أمريكا، فخلات لك الاعتماد على النفس، أنك تقاد أمورك راسك، أنك تقاد حويجاتك راسك، ولو أنك ما كتشوفش، أنك تقاد هادي، أنك تحاول دير شوية ديال حتى ديال الطبخ، يعني تعتمد على نفسك. ماشي الناس دائما يجيبوا لك، يعني دائما ولو شي بلاصه حط في بالك ان شي مرات تحط في هذاك الموقف وانت بوحدك، ما يكونش عندك ما يكونش اعتمادك على شي حد بعد الله عز وجل. ضروري شي مرات غتحط في شي مواقف، فخصك تكون نفسيا انت موجود وحاط كيف ما كنسميو الخطه البديله. من بعد الحمد لله هاد التجارب هادو جاءت هاد المسابقه اللي هي بدات في سنه 2019. شفنا الاعلان ديالها ودايرين الرتبه الاولى بمبلغ يعني كبير بزاف. فانا قلت لهم واش هذا يعني بالدرجه ديالنا، واش هذا شي واحد ما شاربش الدواء؟ كيفاش هذه المسابقه بهذه القيمه؟ يعني شحال المبلغ كان اللي حطوه في المسابقه؟ اللي حطوه بالريال السعودي 5 مليون ريال سعودي، ما يناهز مليون 1.3 مليون دولار. نعم. وبالدرهم او بالريال المغربي؟ بالدرهم نقدر نقولوا 13 مليون و330 الف درهم مغربيه. وبالريال اللي كيفهموا المغاربه؟
اللي هي كانت دابا كانت سيدي يونس. كانت مليار و300 مليار و300 مليون. مليار. يونس. شنو السؤال اللي كيتردد في صدور الناس كاملين وانت عارفه وما باغينش يقولوا لك؟ واه كيفاش دار ليها هذا؟ 4 مليار لا و300 مليون. الغريب ما شاء الله، الله يبارك. انا الغريب انا في المسابقه يعني تفاجأت في المبلغ من اللي شفته في الاول. فملي انا قلت هذا المبلغ قلت اكيد يعني المنافسه راه غتكون ماشي قويه، راه شرسه يعني راه يعني يعجز اللسان عن الوصف. بدات التصفيات الاولى في شهر 6 2019. فاحنا ما متيقينش يعني انا غير مصدق للمسابقه. فاشنو قلت يعني هو فيديو ديال دقيقتين او 3 دقائق صافي نحطوه ننزلوه نسجلوا ما عندنا ما نخسروا. من بعد ما سجلنا ويجي ايميل ديال التاهل. بدا الشك شويه، بدينا كنتيقوا واحد شي شويه شويه. صيفطنا فيديو اخر عاود جا عاوتاني الايميل ديال التاهل. من بعد منها ارسال الجوازات شويه جات الجائحه الوبائيه اللي كانت توقف هذاك الشيء. فقلنا احنا هذا الشيء صافي توقف مع هذا المحال يرجع هذا الشيء هذا. لدرجه ولات بيناتنا احنا الاصدقاء اللي كانوا متسابقين اللي كنعرفوا بعضياتنا في المغرب وهذا ولينا كنقولوا محال هذا دابا يعني ولات على سبيل الطرافه. راه لا عندك شي حاجه تجي المسابقه وهذا يعني كنضحكوا بها هكا. انا راه عاطي شيك ضمانه وكيفاش المسابقه تعطلات يعني بقات وصلت 2021 كيقولوا لنا راه المسابقه باقا. 2022 عاود زدنا واحد جوج المراحل وجانا ايميل ارسال جوازات السفر مره ثانيه عاجلا لان خصنا السفر. مشينا كنسمعوا ان العدد راه مشاركه 40,000 واحد من العالم. 42,000 منها 12,000 مؤذن و30,000 متسابق في القرآن. يعني كتقول 30,000 راه بالدارجه ديالنا راه ما غيجمع غير الفم. راه من 45 دولة. ف من هذيك ماشي شوف ملي مشينا لقينا كاينه 18 متسابق اللي تعزلات من 30,000 و18 متسابق في الأذان اللي تعزلات من 12,000. يعني 18 وصلنا تما كنسولوا على دوك 18 اللي معنا يعني دوك 17. كتسمع هذا دا المسابقه ديال ايران، هذا دا المسابقه ديال ماليزيا، هذا دا ديال اندونيسيا. لدرجه درت عند واحد الصديق ديالي قلت ليه شوف حنا الا ما كانش هادشي جاب الله عمره فابور. جينا طفنا. فوالله العظيم في الطواف ألهمت دعاء في الطواف. سبحان الله. يعني وأنا أطوف عندما وصلنا في العمرة فبدأت يعني كأنني لست أنا الناطق بالدعاء. ما عرفتش هذا الدعاء كيفاش خرج. بديت كنقول هذا عملك الصالح ينطق. بديت كنقول اللهم الصوت صوتك والعبد عبدك والكلام كلامك فافعل ما شئت وكيف شئت سلمت أمري لك. يعني وبدأت أكرر هذا الدعاء من دون شعور. وبدأت أقول معه اللهم اجعلني من القرآن وبالقرآن وإلى القرآن. اللي غيقول لي دابا المسابقة الناس كيشوفوها في الجانب المادي، أنا كنشوف التصرف الإلهي والإرادة الإلهية كيفاش كانت. يعني ملي كتكلم على 18 كلهم يعني من خيرة القراء ديال العالم. بقينا غاديين في المراحل وصلنا حتى وصلنا للمرحلة المربع الذهبي، ما يسمى بالمربع الذهبي. يعني 4 اللي هما المتوجين وهما الفائزين في هذه المسابقة. فاتصلوا بي عدد الناس اللي شافوا رؤى أنني أنا الأول. كرامات. يعني اتصلوا بي ناس من المقربين من العائلة بمنظر معين بشكل معين. شفناك انت هذا. أنا كنقول صعيب. الشيخ قسطالي كان هو المفسر ما شاء الله. فسبحان الله. الغريب هنا كتشوف انك الا اعتمدتي على صوتك ولا قلتي انا كنعرف نقرا ولا عندي صوت ولا عندي القواعد فربي بالدارجه ديالنا كيبين عيبك. يسلب منك لان شوف القران عباره على نور ما ديالكش اصلا.
والصوت ما ديالكش وانت ما ديالش راسك، كلك ديال مولاك. سبحان الله. فعلاش غادي تقول انا اللي كندير ولا انا اللي كنفعل؟ شوف، الاستفاده اللي استفدتها انا من هذه المسابقه هي معنى التذلل لله عز وجل والتجرد. هذا هو الاستفاده الكبرى، وهو الدرس الكبير اللي خديته انا في هذه المسابقه. ملي وصلنا الاعلان كيقولوا فبداو بالرتبه الرابعه، كذا كذا، والقلب كيضرب يعني التواني بالسنوات. فقالوا فلان من ايران الرابع، قلت واحد نقص، انا مع نفسي كنتكلم شويه. الرتبه الثالثه فلان من البحرين، قلت الله واحد اخر نقص، جوج. شويه كنقول يا ربي الاولى، يا ربي الاولى. يعني سبحان الله. واحد اللحظه ملي وصلوا والان حان الاعلان، يعني من قالوا الرابع الثالث غيمشيو للاول، قالوا والان حان الاعلان عن اكبر جائزه في التاريخ، عن اكبر واضخم جائزه في التاريخ. لا اله الا الله. يعني واحد الضغط والله العظيم الى الشق ديالي الايسر، عرق واحد كينبض من الاعلى للاسفل، لدرجه بديت كنحس واحد اللحظه انني سيغمى علي، يعني بكثره الضغط ما بقيتش قادر نوقف. ملي ذكروا الاسم ديالي دخت صافي. والمركز الأول هو يونس غربي. يونس غربي، مبارك لك المركز الأول و5 ملايين ريال. جاتني البكيه، جاتني الفرحه. علاش؟ انا استحضرت قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذيك اللحظه ديال الاعلان وانا واقف، يقال لصاحب القرآن يوم القيامه اقرأ وارقى. الله. جاتني هاد الكلمه في بالي. فشفت التشريف القرآني يعني في الدنيا، فما بالك بالآخرة. يعني شوف، هو الرزق، أنا والله العظيم ما كنشوفش من الجانب المادي، لأنه كما يقال خلق ورزق فعلان ماضيان قد فرغ منهما. ولكن كتشوف حتى ربي الا بغى يسوق لك هذا الرزق راه يقدر يسوق لك في تجارة ولا يسوق لك في شيء معين، ولكن يأتيك رزق مع عز. وأي عز؟ عز للقرآن، عز بالقرآن، رفعة بالقرآن، علو بالقرآن، سمو بالقرآن، رقي بالقرآن. ملي كيجيك هذا الشيء كامل كتقول شكون انا في ملك الله؟ اشنو درت انا باش ننال هذا الشرف؟ ملي كتشوف الام ديالك كتقول انا نطلب الله ما نموت حتى نشوف ولدي هو الاول، وكتشوف الدعوات ديال الناس، وكتشوف راسك انك انت رفعتي الرايه ديال الوطن ديالك. شكون فلان؟ بغض النظر على زيد ولا عبيد، لا، ولكن من أين جنسيته؟ منين هذاك الشخص؟ من المغرب. فلان من المملكة المغربية. أنا هذيك فاتني. أنا من بعد هذه المسابقة قلت لهم غير لا يسر الله نجي أنا الأول في هذه المسابقة، لا بغات تجي الموت مرحبا بها بالدارجة ديالنا. يعني ما جاء بعدها فهو هين. فنطلب الله عز وجل يجعلنا جميعا وإياكم من أهل القرآن. كتسمع